أنا بدوي عبد الرازق من ناس الصعيد، من ناحية كوم أمبو كده. جيت أشتغل في الساحل الشمالي في قرية كبيرة اسمها قرية النخيل السياحية. أنا راجل بسيط، اشتغلت في الأمن طول عمري، ما بخافش من حد ولا من حاجة. بس اللي شفته في الشتاء اللي فات والله العظيم غير حياتي كلها. كان أول مرة اشتغل هناك في موسم الشتاء. الصيف في القرية بيبقى عمرة بالناس والضحك والعياط والمزيكا، بس في الشتاء القرية بتتحول لمكان مهجور، كأنك في عالم تاني. الرياح بتلف، البحر صوته بيخوف، والنور بيقطع كل شوية. تحس ان كل شباك فاضي في روح قاعدة ورا الإزاز بتبص عليك. في يوم المشرف ناداني وقال لي: يا بدوي، هتتنقل الليلة دي البوابة 4، محدش عايز يروحها. قلت له: ليه يا حاج سامي، فيها ايه البوابة دي؟ ضحك وقال لي: هتعرف بنفسك، بس ما تتخضش لو سمعت حاجة. الكلمة دي فضلت ترن في وداني